السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك لكل واحد متابع قناة حافظ على عربيتك. النهارده أنا أكلمك في عيب عنده استعداد يخليك تكره نفسك وتفضل تصرف. إيه هو العيب؟ يا ريت بس الناس من قبل كده ما نخش في الفيديو ادونا كده التشجيع الحلو منكم، وكل يوم ربنا يسهل فيه جديد. في ناس هتقول لي أنا عارف العيب ده يا باشا، في غيرك مش عارفه. بص بقى يا باشا، زبون مكلمني الراجل فك الدينامو بتاعه 4-5 مرات بسبب اللي كل ما يركن العربيه يجي يدور، العربيه تبقى شغاله معاه زي الفل طول النهار، ويجي يدور العربيه بتفصل منه، يدور الصبح العربيه ما ترضاش تدور. طيب انت يا باشا محدش قال لك اللي ده ممكن يكون عيب بطاريه؟ لا طبعا، نرجع للصنايعيه هنا. يعني خلي بالك انت بتتعامل مع صنايعي، يعني ممكن صنايعي كويس وفي صنايعي يغرقك. هو الراجل يعني ايه مش من هنا، يعني في بلد تاني. المهم انا اقول لك ايه بقى مشكله الدينامو. مشكله الدينامو ايه؟ عاوز تعرف الدينامو بتاعك شغال او عيب الكتاوت بتاعتك شغال او تعمل كالاتي. عيوب الدينامو اما انت تكون ماشي في امان الله، هوب عربيه تروح مبطله منك، العربيه تروح مبطله منك. لما العربيه تبطل منك تيجي تدور مفيش دواره، تيجي تقول انت دي بطاريه. لا مش بطاريه. اقول لك ليه؟ بطاريه حتى لو بايظه وشغاله 3، هي 4 عيون او 5 عيون شغاله مثلا فيها عين ضربه، البطاريه لو بايظه عشان تنام معاها ساعه ساعتين، لكن تبطل وتدور لا، هتلقط معاك حتى لو بايظه تشغلك اليوم كله. والناس اللي فاهمه عارفه الموضوع ده. الكتاوت يعمل ايه بقى؟ يفصل ويشتغل. الكتاوت يفصل ويشتغل، يعني اول ما تفضل منك لو اديتها زقه ومشيت البطاريه ترجع تشحن والعيب يروح، تيجي تقيس الدينامو تلاقيه شغال. ده هنا عيب كتاوت، يخليك تلف حوالين نفسك، يفصل ويشتغل. اللي هي اول انت ماشي تبطل تك مفيش. لو انت دورت العربيه وساعتك وبيتها بالليل وجيت تدور الصبح ولقيتها نايمه، نعمل ايه بقى اما نيجي نبات العربيه؟ نشيل قطاش كده من البطاريه الحلو كده، نشيل قطاش ونيجي نركبه الصبح، العربيه اشتغلت 100. لو انا حاطط القواطيش والعربيه بيتها وجيت الصبح ادور ما دارتش، يبقى يا عندك حاجه بتهرب يا البطاريه بايظه. تنهي الموضوع ده ازاي؟ انهيه خالص وتعرف البطاريه بايظه ومش بايظه. انا قلت لك عيب الدينامو ايه؟ لو انت ماشي وبطلت منك العربيه وجيت ادور مفيش اي حاجه، طبعا شوف غير القواطيش، بتطمن على القواطيش بتاعتك ومفيش حاجه، اعرف اوتوماتيك اللي ده عيب كتاوت، والكتاوتات اللي في السوق كلها الصيني مضروبه. امين. تعمل ايه يا باشا؟ بتفك القطاشين والعربيه شغاله. بعد ما تدور العربيه تفك القطاشين وتشيلهم من البطاريه زي ما بقول لك كده، تشيلهم من البطاريه. لو العربيه فضلت شغاله الدينامو شغال بتاعك 10/10. الدينامو شغال. لو انا اول ما شلت القواطيش العربيه بطلت، يبقى كده الدينامو بتاعك بايظ، يقطع ويشتغل. قمت انت لما عاوز تعرف الدينامو بتاعك بايظ او شغال، نشيل قطاشين والعربيه شغاله، نرفعهم كده مع بعض. اول ما تبطل منك العربيه كده يا باشا متشكرين، الدينامو كده بايظ. وانت ماشي العربيه بطلت وجيت ادور برده ما دارتش، كده يا باشا الدينامو بتاعك متشكرين. لكن تبادئ العربيه وتيجي الصبح تلاقيها مش شغاله، ده كده عيب بطاريه. تقول لي بس الدينامو ما بيشحنش حلو. لا يا باشا، ما هو كان بيشحن معاك حلو. عاوز تعرف الدينامو بيشحن حلو ومش حلو، تروح عامل ايه؟ تروح شايل القطاش لما تيجي تبيتها، تيجي تدور الصبح تركب القطاش، العربيه دارت معاك 100 يبقى كده مفيش تسريب 100. لكن العربيه ما دارتش، وكده البطاريه يقرا عليها ايه؟ الفتحه. دارت يبقى في تسريب من العربيه عندك، في حاجه مهويه مطلع بتهرب كهرباء. معاك اخوك ابو حكي تغير الحمد، اول فيصل طريق الملكه جنب حداد وبيات ولاد سيد عبد الخالق قبل مطعم الشيخ. جميع قطع غيار الضايع، وعندنا مركز برضه وقطع غيار زي ما انتوا عاوزين، وفي يوجد تركيب بالضمان. النهارده فاتك مشاكل الدينامو، وربنا يعيننا ان شاء الله بكره وبعده. يعني ايه؟ ننزلك مشاكل تاني جديده اللي هي بتغلبك وتبهدلك، ودخل علينا عيد. يعني الواحد فيكم ربنا يستر عليه، لو مسافر رايح يصيف رايح يعمل ممكن يتبهدل بسبب عيب زي كده، ويروح لصناعي يقول له لا يا باشا ده عيب بطاريه، انا بدور اجي ادور مفيش حاجه، ده عيب بطاريه. تروح لابس في بطاريه والعيب هو تلاقي نفسك لبست في ايه؟ في الدينامو. ونصيحه من اخوك، ما تجيبش كتاوت صيني،
كتاوت لو ما جبتوش اصلي ما تجيبوش، هدينا مكمل استيراد. انا مش عارف بتاع استيراد ابيع لك، بقول لك لو لقيت كتاوت اصلي ماشي على عيني وعلى راسي. كتاوت صيني هيطير البطاريه وشحنه زي الزفت، اول ما تلاقي البطاريه علقت، البطاريه النهارده ب 3000 جنيه. ربنا يكفينا الشر انتوا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.